السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. رجعنا لكم تاني في يوم جديد وفي فيديو جديد من فيديوهاتنا. وفي ناس كتير بتسألني في التعليقات وبتكلمني على الواتس، بتقول لي يا محمد احنا عايزين جوز حمام، او عاوزين نعرف سلالة حمام او نهجن حمام على بعضه، بحيث يطلع لك حجم حمام كبير للأكل بهدف الذبح والأكل. إن شاء الله في الفيديو ده هقول لحضرتك توفق أو تعمل ذكر إيه مع انتاية إيه، هيدولك إنتاجية عالية جدا، وهيدولك حجم زغلول ممتاز جدا جدا بالنسبة للأكل والذبح. فالموضوع هيكون مكلف في الاول شويه، بما انك انت هتجيب ذكر حمام من نوع معين مع انتايه من نوع تاني معين، هنركبهم على بعض ونجوزهم لبعض، هتطلع بنتائج زغاليل ممتازه جدا. فتابع الفيديو للنهايه عشان خاطر ما يفوتكش اي معلومه في الفيديو. ويلا بينا ندخل على الحلقه بتاعتنا بعد الانترو. قناة فن تربية الحمام هي دليلك الشامل في تربية الحمام بكل أنواعه، ومش بس كده، كمان بنقدم لك تربية الأرانب بكل أنواعها، وتربية عصافير الزينة بكل أنواعها، وكمان بنقدم لك تربية الفراخ البيضة والساسو والبط والديوك الرومي. كل ده عملناه داخل القناة بتاعتنا، وكمان وفرنا لحضرتك رابط موقع إلكتروني خاص بالقناة، هتلاقوا موجود عليه جميع المقالات الحصرية بتاعة القناة بتاعتنا. أول حاجة كده يا جماعة، إحنا هنصرف في البداية حاجة بسيطة، ولكن الإنتاج اللي هيطلع هتبقى مبسوط بيه جدا جدا جدا. ايه هو بقى يعني عشان بس الخص الموضوع في كلمتين بساط، مش عايز الفيديو يطول مني. هنجيب ذكر حمام كينج شعبي، مش شرط الكينج الغالي ابو 1000 جنيه و2000 و3 و4، لا احنا هنتكلم في جوز كينج. الذكر الكينج يعني لو وريتك ذكر زي ده، بسم الله، ذكر زي ده اهو، ده ذكر شغال كينج. الكينج معروف بحجمه الكبير وصحته كويسة، وزقه للزغاليل كمان بيكون حجمها كبير، لان الحصالة عند الكينج حجمها كبير اهو. ماشي، ده ده ذكر كينج اهو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. زي ما انتم شايفين طبعا الحجم والصدر والوش، احنا اتكلمنا عن الكينج ده قبل كده، دايما بيكون حجمه كبير وعملاق. الذكر ده لو انت هتجيبه من السوق ذكر كينج شعبي بالشكل ده، هيكون سعره تقريبا في حدود ال 250 جنيه او 300 جنيه الذكر. تمام اهو، بيكون بالشكل ده، اي لون اي لون مفيش مشكله. تمام، بس يفضل الالوان الفاتحه، الوان فاتحه، بلاش الاسود، ابعد عن اللون الاسود في التركيبه دي، عشان خاطر لون جلد ولحمه الزغاليل اللي تطلع تكون كويسه ولونها فاتح كده وبيضه وحلوه، يا اما ابيض يا اما احمر، او اللون ده كده بيكون برضو لحمته حلوه وبتكون فاتحه. طيب، هنركب الذكر الكينج ده ازاي؟ هنحطه في باب سلاك لوحده، تمام، لمدة 5 أيام. طبعا تتأكد إن هو شغال، ديت حاجة مهمة، تتأكد إن الحمام بتاعك حمام شغال. هتحطه في سلاكة باب لمدة 5 أيام، تتعامل معاه بالفيتامينات والهيس سيلينيوم. طيب بعد كده يا باشا هتجيب مع الذكر الكنج نتاية لاحم فرنساوي. نتاية ايه؟ نتاية لاحم فرنساوي، دي نتاية لاحم فرنساوي اهي، بسم الله الرحمن الرحيم اهي. تمام، انثى نتاية لاحم فرنساوي، معروف برضو بحجمها الكويس والحجم الكبير. طيب، انت كده عملت ايه بقى؟ انت كده يا باشا لعبت عصفورين بحجر، او
دخلت عصفورين بحجر. ازاي؟ الكنج حجم كبير وصحة كويسة، واحنا عارفين ان الحمام الكنج حجمه بيكون كبير. النتاية اللاحم برضو حجمها الى حد ما اقل من الكنج شوية، ولكن بيكون حجمها كبير اكبر من البلدي. طيب انا عايز اعمل ايه بقى؟ جوزت ذكر لاحم، ده جوزت ذكر كنج مع نتاية لاحم، هيطلع لك حمام زغاليل حجمها كبير، وفي نفس الوقت هتكون سريعة الانتاج. ليه سريعة الانتاج؟ لان الصفة الوراثية بتاعة لحم العش في العش اللي موجودة في الحمام الفرنساوي اللاحم بتكون نتيجة الانثى مش الذكر. انثى الحمام لو النتاية بتاعتك بتلحم فده بيكون عائد على الانثى مش الذكر. يبقى احنا كده خدنا ذكر الكنج بحجمه الكبير مع النتاية اللاحم الفرنساوي عشان خاطر زيادة الانتاج وكثرة الانتاج وكثرة البيض. هيطلع معاك ايه؟ هيطلع معاك سلالة مهجنة هجين. النتاية اللاحم في السوق المصري النهاردة بتعمل برضه في حدود 250 جنيه الى 300 جنيه لو هي شغاله، او يمكن اقل من كده كمان. الجوز كله بيعمل حوالي 400 جنيه النهارده، 450 جنيه. يعني ممكن النتايه تعمل لها مثلا في حدود 200 جنيه، 170 180 انت وشطارتك. تمام. تجيب الحمامه برضو بعد 5 ايام من انك انت حطيت الذكر الكنج في السلاكه بتاعته، بعد 5 ايام بتدخل عليها النتايه. طبعا في خلال ال5 ايام بتديهم فيتامينات وهي سيلينيوم عشان خاطر يعني يبقوا جاهزين للشغل وما يبقاش فيه مشكله عندك. طيب هل انا بقى يا عم محمد لما اجوز الذكر الكنج مع النتايه اللاحم هل اخد من تحتهم زغاليل كده على طول كده اللي يطلع اول باول اخده؟ لا. تعمل ايه؟ تبدا تربي من الزغاليل اللي بتطلع. الزغاليل اللي بتطلع هتطلع مهجنه حجمها كبير، وفي نفس الوقت حامله الصفه الوراثيه بتاعت لحم العش في العش اللي موجوده في الحمام اللحم الفرنساوي. مش طبعا هيكون زي اللحم الفرنساوي البيور، ولكن الى حد ما مش هتغيب في انتاجيتك للحمام للبيض، لان احنا عارفين ان الكنج تقيل شويه في البيض بتاعه. فاحنا عشان كده خلينا الذكر هو اللي كنج، النتايه خليناها لاحم فرنساوي عشان خاطر ايه؟ نكتسب بس الصفه الوراثيه بتاعت لحم العش في العش وتشتغل معانا في الاجيال اللي بعد كده. الحمام اللي هيطلع زغاليل ممكن تربي منه، تختار انت بنفسك حجم كبير، مثلا زغلول شايفه صحته كويسه وحجمه كبير تركنه على جنب لحد ما تعمل منه سلاله. السلاله اللي هتطلع لك هتكون سلاله مهجنه بين الحجم بتاعها بين الكنج وبين الفرنساوي اللاحم، وبكده تكون عملت لنفسك سلاله حمام حجم كبير للاكل غير البلدي، افضل من البلدي 1000 مره، وهتشتغل معاك زي الفل. وانا مجرب الموضوع ده ولكن ما عنديش حاليا منه، وان شاء الله هجربه معاكم تاني بطريقه عمليه. وانا كنت شغال فيه قبل كده وكنت باخد منه احلى زغاليل. فلو انت عايز وخلاص قررت انك انت تبني او عايز تبني لنفسك جوزين حمام او 4 5 اجواز حمام 10 اجواز حمام يكون للاكل، انصحك جدا بالتركيبه دي. افضل تركيبه حمام تقدر انك انت تاخد منها جوز حمام للاكل. صدقني فرد الزغلول كان بيوصل معايا ل 800 جرام ول1 كيلو كمان الفرد الواحد، عشان خاطر حجم الزغاليل حجم الامهات كبير كنج ولاحم. بس كده، دي كانت المعلومه بتاعتنا النهارده. ارجو ان انت تكون استفدت من الفيديو ده. ما تنساناش بالدعم بتاعك واللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل. اشوفك ان شاء الله في يوم جديد وفي فيديو جديد. واي حد عنده سؤال يكتبوا لي في التعليقات، انا برد على جميع التعليقات.